يوم الثلاث 25 يونيو 2025 كانت الشمس لسه بتغرب. حسن ومريم دخلوا بيت جدتهم زي كل يوم راجعين من درس القرآن. واحد حافظ سورة عبسة والتانية كانت ماشية بتراجع على سورة البلد. الجدة حضنتهم وكل واحد جري على مكانه. ما يعرفوش ان ابوهم جه وواقف على الباب. فتح من غير ما يستأذن، مش عشان يحضنهم ولا يقول لهم وحشتوني، ولا عشان يقول لهم تعالوا اسمع لكم اللي اخدتوه. كان واقف متربص لهم بالسكينة وعينه كلها غل وانتقام. وبعد اقل من نص ساعة الدنيا كلها سكتت. بيت الجدة اللي كانت بتربي فيه الثلاث اطفال بعد ما ابوهم وامهم اتفرقوا سكت فجأة وبقى بركة دم. حسن 13 سنة، مريم 10 سنين، والصغير اللي لسه مش بيعرف يكتب اسمه. محدش فيهم كان يعرف ان ده اخر يوم. محدش كان يعرف ان في شخص ما بقاش اب. الاطفال شافوه اتجمدوا. مريم قالت بابا انت جيت؟ بصت لها الجدة بقلق وقالت في بالها يا رب ما يعملش مشاكل زي كل مرة. بس كان في حاجة في عينه كأنها سكون ما قبل العاصفة. ما سلمش ولا قال كلمة واحدة. مشي ناحية الولاد وفي ايده السكينة. اول حد اتضرب كان حسن. حاول يدافع عن نفسه بس ما كانش قد اللي في ايد ابوه. طعنة ورا التانية ومريم صرخت ليه كده يا بابا؟ هو حسن عمل لك ايه؟ والجدة جريت عليه شدته وحاولت تضربه بس كان بيزقها بكل قوته وما قدرتش عليه. راح لمريم وطعنها كذا طعنة، كل واحدة بغل أكتر من اللي قبلها. الطفل الصغير وقف متجمد بس لما شاف أخته بتقع جري بأقصى ما عنده. نزل الشارع وفضل يخبط على أي باب يشوفه ويصرخ بابا قتلهم بابا قتلهم. لما الشرطة وصلت لقوا الجثة الأولى قدام باب الأوضة والتانية جنب السجادة والسلاح مرمي على الأرض. الأب الجيران كانوا متحفظين عليه. كان ساكت، مفيش دمعة ومفيش توتر وهدوبه مليانة دم. مفيش أي تعبيرات على وشه ولا حتى حاسس بالندم. بعدها بساعات قوة من المباحث دخلت شقته، مش بيت الجدة لأ، شقته هو، المكان اللي كان عايش فيه لوحده. فتشوا المكان لقوا حاجات تخوف. جنزير مربوط في سقف الأوضة بس الغريب إنه متوصل بأسلاك كهربائية. العصيان الخشبية ملهاش عدد وأسلحة بيضة كتير مستخبية تحت السرير وفوق الدولاب. كأن المكان مش شقة بني آدم، كأنه معتقل صغير. أدوات تعذيب موجودة جوه شقته بتعمل إيه؟ يعني اللي حصل ما كانش وليد اللحظة، كان في حاجة بتتحضر، في دماغ بتغلي وفي انتقام كان ساكن جوه الراجل ده ما نعرفش سببه ايه. في التحقيق قال لهم انا كنت نايم وصحيت على ريحة الغاز. هما اللي حاولوا يقتلوني بس انا سبقتهم. المحقق سأله انت كنت نايم في بيتك والعيال في بيت تاني، ازاي فتحوا عليك الأنبوبة؟ سكت وبص في الأرض وبعدها قال ما كنتش شايف، أنا ما كنتش شايف. الجدة ما كانتش بتعيط، كانت ساكتة تماما بس عينيها متسمرة على بقة الدم اللي مرسومة مكان ما كانت مريم بتلعب. كل اللي حواليها بيحاولوا يهدوها بس في صوت واحد بس كان شغال جواها. لو كنت وقفت بينهم كان زماني مكانهم. الطفل الصغير اتنقل عند قرايب من بعيد وما بين الليل والتاني بيصحى مفزوع بيعيط وبيقول بابا هيرجع يقتلني، بابا هيجيلي تاني. عينه بقت ما بتعرفش تنام زي الأول وبقى ينام والنور مولع وكل مرة حد يقرب منه يتفزع ويبعد. بعدها بأيام النيابة بدأت تشوف إن القضية فيها ما هو أعمق من طعنتين وسكينة. لقوا سجل الأب ولقوا بلاغات وشكاوي قديمة من الأب ده، عنف وتهديد وسوء معاملة. وحتى الجيران قالوا إن ولاده كانوا دايما بيترعبوا أول ما بيشوفوه داخل الشارع. واحدة من الشهود قالت كانوا بيستخبوا أول ما بيجي كأنهم حاسين إن في حاجة مرعبة جواه، بس محدش فينا
كان يتخيل إنها توصل للقتل. التحقيقات أثبتت إن الجنزير اللي متعلق بالسقف متوصل فعلا بالكهرباء، إن دي أداة تعذيب مش حاجة عادية، وإن العصيان متحوطة حوالين مكان معين وكأنها معمولة لتعذيب شخص ما. ده مش مجرد أب بيقتل ولاده، ده مجرم كان بيخطط من بدري. تقرير الطب الشرعي قال الطعنات متكررة في أماكن قاتلة بترتيب وبتعمد، مش لحظة جنون، ومش بس عشان يموتوا. دي جريمة فيها إصرار على الإيذاء والتعذيب. الجريمة دي ما كانتش لحظة غضب، كانت مشهد طويل اتكتب في دماغه من زمان، ولما نفذ من غير ما يرمش. لما سألوه ليه عملت كده قال بصوت بارد أنا كنت عايز أخلص من كل حاجة. الناس في القرية لسه مش مصدقة، أرض الشقة لسه فيها بقع الدم، والبيت اللي كان فيه ضحكة بقى ساكت سكوت يرعب. حسن كان بيحب يلعب الكورة وكان نفسه يبقى مهندس، ومريم كانت بتحب تحفظ القرآن بالتجويد وبتقول إنها هتختمه قبل ما تدخل الإعدادية. وأبوهم اختار نهايتهم تيجي بدري وتكون على إيده، النهاية اللي قتلتهم وقتلت اللي حواليهم وسابت الطفل التالت يعيش باقي عمره في رعب. أوقات الجريمة بيكون ليها دوافع قوية وأسباب منطقية، زوجة خاينة أو أخ أكل ميراث أخوه أو انتقام من حد مؤذي. طبعا هنا مش بنقول إن وقتها القتل عادي أو الجريمة مشروعة، بس بيكون في على الأقل أسباب. إنما هنا إيه دوافع الأب ده؟ أطفال شايلين كل براءة الدنيا في قلبهم، ليه بدل ما يكون سند ليهم وهو اللي بيحميهم راح وذبحهم بإيده؟ الأم ما قالتش حاجة لأنها ما بقتش قادرة تقول، انهارت تماما بعد الحادثة واتنقلت للمستشفى في حالة شبه غيبوبة، مش قادرة تستوعب إن اللي قتل ولادها هو اللي كانت زمان بتسلمهم ليه بإيده. اللي حصل مش جريمة عادية، دي علامة سودة محفورة في قلب بلد كاملة، لأن أوقات الجريمة مش بس في عدد الطعنات ولا في بركة الدم، الجريمة الحقيقية لما الأب هو يبقى الكابوس. قضية حسن ومريم لسه ما اتقفلتش والحكم على الأب لسه ما اتنطقش، بس المنوفية كلها هتفضل محفور في ذاكرتها جريمة أوسنا اللي عمرها ما هتتنسي.